بيبدا فيلمينو مع ليفينكو بيعمل برنامج بيصنع عملاء ما عندهمش لا ضمير ولا احساس، مجرد ماكينه قتل وبس. لكن ضميره هو بيصحى ويرفض يكمل المشروع عشان اكتشف انهم عايزين يعملوا جيش كامل من العملاء، بيدمر كل حاجه ويهرب ومحدش يعرف له طريق. بيحاول كتير يكمل البرنامج بس بيفشل، وبعد بحث عليه سنين ومحدش لقاه بيجيبوا صورته وصوره مراته وبنته كمان ويدخلهم على برنامج يعرفوا صوره بنته دلوقتي ايه، ويبتدي البحث عليها ويلاقي صوره قريبه منها جدا. بيخترق الجهاز واحد ويفيروس المكان كله، ويتحركوا ب3 عربيات ويتعقبهم عن بعد، ويفكر قنبله تحت الاولى ويقتل السواق الثانيه بطريقه غريبه الحقيقه، والثالثه بتنزل جوه نفق ويدخل على المكتب متامن ببصمه صوت وبصمه ايد وبصمه عين، حاجه كده من الاخر. يدخل يلاقي البرنس ده جوه. فين البنت؟ مش ممكن هتكلم ابدا. طب وكده واقوله في الاستاد وعلى الهوا، بس ايدك الكريمه دي ما تجيش ناحيتي. هي موجوده في برلين. كل ده اللي اعرفه. بيسيبه ويمشي، بيروح عشان ياخد سلاح ويقتله، بيلاقي هديه مستنياه، بيشتغل الانذار ويتلم كل الامن عليه ويمارس هوايته وهي قتل الناس دي كلها. وبعد ضرب نار كتير جدا بيخلص على كل الناس. في برلين بتروح البنت دي تدور على شخص معاها صوره قديمه ليه بس من غير اسم او اي شيء عنه، وبعد بحث طويل ما بتلاقيش اي حاجه. وهي في الاتوبيس بتجيبها كاميرات ويكون واحد بيراقبها وهي ماشيه. بتحصل حاجه غريبه، البنت بتحس وتسمع الناس وهي في بيتهم وتشوفهم كمان. لا جديده دي. بيروح البرنس ده على الاوتيل ومعاه اسلحه جامده تحببك في الجريمه، ويعمل سيرش على البنت وينام بطريقه غريبه. بنام زي ديابه الجبل، مفتح عين ومغمض عين. بيخلص البحث ويعرف اخر مره كانت فين. في عميل تاني ورا البنت. قدامك 48 ساعه وتخلص على الهدفين. مين هما الهدفين؟ هنعرف بعدين. ياه ده انا عليها جمل. بتحسي بيه وتهرب على المترو. هو جاي يقتلك وانا همنعه. انت مين اصلا؟ انا جون، لازم تسمع كلامي. بيظهر البرنس ويضرب عليهم نار، بتهرب ويبتدي المطارده. هنا بنقول ان الفيلم ابتدى. كل اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تاني. يلا بسرعه. بيركبوا عربيه. انتوا مين؟ ما تخافيش، انت معانا في امان. مات؟ لا خافي. بياخدها ويجري وراهم البرنس. ما تخافيش، هنروح لاكتر مكان امن على الكوكب، السفاره الامريكيه. ويضرب نار ويتمسكوا هما الاثنين. لا حركه صايعه. يا ترى هيعمل ايه العميل؟ بياخدوهم ويدخلوا جوه السفاره والبرنس بيتفرج. ليه بقول عليه برنس؟ لانه برنس فعلا، وهتشوف دلوقتي. مش عايز حد يقاطعني. بيحقق معاها ايه اللي جابكم هنا؟ في واحد بيحاول يقتلني وجون بيساعدني. بتحس بيه وتعرف انه دخل السفاره. وفي حركه هي المجنونه بيدخل السفاره لقوا بكامل اسلحته كمان. بيتقبض عليه طبعا وبيحقق معاه نفس الشخص. بيجيب له الاسلحه اللي دخلها. الاسلحه دي جامده جدا بصراحه. مش عارف اقول لك ايه. اسمك ايه؟ اسمي 47. هو ده اسمك؟ ايوه. بتشتغل ايه؟ بشتغل قاتل. وجاي تقتل مين هنا؟ في بنت عندكم. انت جريء قوي على فكره. انت بتحب عيالك؟ انت مالك ومال عيالك؟ بتحب عيالك؟ سيبني امشي. انت اتجننت يا ابني؟ انت محجوز معايا هنا وانا اللي معايا السلاح. لا غلط، انت اللي محجوز معايا وجبت لي كمان سلاحي. وفي حركه جامده جدا بيحرك الترابيزه ويخلي السلاح يضرب، بس الاجمد انه خلاه يفك الكلبش وضرب الضباط اللي معاه. مش قلت لك خرجني؟ بيضرب الانذار ويهرب جون وياخد البنت ويهرب. بيخرج البرنس لا ومعاه السلاح كمان. تستاهل لقب برنس بصراحه. بيسرق عربيه ويهرب. الراجل اللي انت بتدوري عليه اسمه ليفينكو ويبقى ابوكي. صمم برنامج بيصنع قتله مبرمجين من غير شعور بالعالم ولا خوف ولا الحب، يعني عايش ومش عايش كده. ايه علاقه ده كله بيا؟ عارفين انك هتعرفي توصلي لابوكي، هو الوحيد اللي يقدر يدمرهم. بياخدها على البيت ويكون الجرح سطحي، بيعالج لها الجرح. ليه هم فاكرين اني اقدر اوصل لابوكي؟ لانهم عرفوا ان ابوكي غيرك، خلاكي بتحسي بالناس وتعرفي حاجات كتير. بتساله شويه اسئله وتعرف مكان ابوها في دماغها بس ما بتقولوش. بيدخل البرنس ويقتله وياخدها. مش قلت لكم برنس؟ مش انت قلت لي ان جون كفؤ ويقدر على المهمه دي؟ لازم تجيب لي ليفينكو باي ثمن. انا ما رضيتش اقتلك بس هم يقتلوكي عادي بعد ما تخليهم يوصلوا لابوكي. لازم تكرري انت معايا ولا معاهم. انا اثق فيك. ليه اصلا؟ ثق في ذكائك وفي ذكرياتك. بيلمسها ويجي لها ذكريات كتير وتفتكر لما ابوها كان بيهرب بيها هي وامها، بس امها ماتت وهو كان هناك وابوها سابها وهرب. هو سابني ليه؟ لما تلاقيه يبقى اساليه. فكني، انت امكانياتك قويه جدا. فكي نفسك. ويشغل مروحه وراها. لو ما فكتش نفسها هتموت وتفكر وتفك نفسها بطريقه جميله جدا وتخرج. اتاخرتي. هو كان اختبار. كل حاجه في حياتنا اختبار. ركزي. انت زيي واحسن كمان. انت متبرمجه على سماع ورؤيه كل حاجه حواليكي. يلا نعمل ايه؟ بتدلوا على الجنود ويموتهم، وتاني برضه ويموتهم برضه، وتالت مره بيظهر جون. ابوكي فين؟ انا اكتر واحد معجب بيك يا برنس. وتبتدي بينهم معركه قويه. بيكون البرنس هو المتفوق ويضربه بسكينه ويكسرها بجسمه، ويضربه ويمسك سلاح. اعترف اني احسن منك. لا مش انت. وتضربه ويحصل انفجار كبير ويهربوا. ها ابوكي فين؟ في سنغافوره. بتسمعها ديانا وتكلم شخص تاني. تعال على سنغافوره بسرعه. بيروح جون على البيت اللي كان فيه مع كوتيا ويعرف مكان ابوها ويبلغ عليهم. بتروح تقابل ابوها في المستشفى. بقى دي مستشفى يا جدعان؟ بقى جايه تشوفيني وجايبه الجدع ده معاكي؟ يلا اقتلني. مستني ايه؟ ما تخافش مش هيقتلك. لا ده متبرمج على القتل
بس. لا ما تخافش، احنا بنعمل اللي احنا عايزينه وقت ما بنعوز. بيظهر ناس ويضربهم ويجروا وتبدا مطارده جديده، بس المره دي بالعربيه الجامده دي. وبعد مطارده حوالي ربع ساعه بيهرب منهم. هم عايزين ايه؟ عايزين يعملوا كتير مني. الموضوع ده يخلص ازاي؟ لازم رئيس النقابه انتوني يموت. ممكن ما نعرفش لان مفيش حد جرب غيره ومات. وهم ماشيين بيحصل حاجه غريبه، بيتكتفوا من كل اتجاه، بيخرج ويقتل كل الناس في مشهد قوي جدا. بتاخد ابوها وتجري، بس ابوها بيتصاب. خدها بعيد، بيحط حاجه في جيبه وياخدها ويمشي. بتحاول تفلفص، بيخدرها ويريح دماغه. يلا يا حبيبي، عايزين نرجع البرنامج تاني. ازاي نعمل عميل؟ انت مجرد تجربه فاشله. مش اللي بيميز العميل جسمه، لا طبعا ده عقله يا جون، وانت طبعا غبي. بيحقنه بماده بتخليه يتعذب. كل ده بيحصل ورئيس النقابه بيتفرج ويخرج عشان يروح له. مش ناوي تساعدني عشان نكمل برنامج؟ عايز اعمل عميل قوي. انت مش عايز تعمل عميل واحد، انت عايز تعمل جيش كامل. هتساعدني ولا اقتلك واقتل بنتك كمان؟ هي مش معاك اصلا، هجيبها سهله. بيتكلم البرنس، انا عايز اعمل معاك صفقه. ايه هي الصفقه دي؟ انت عايز ليفينكو يعمل لك عميل، لكن مش عايز. هسلمك بنته وهي فيها كل اللي انت محتاجه، الذكاء والسرعه والحمض النبوي كمان. تمام، نتقابل فوق على السطح. بياخدوا ليفينكو، وقبل ما يخرج بياخد البتاع اللي بيتنفس بيها. كاتيا مربوطه في الطياره، بتهجم عليهم بيها وتخرب الدنيا. بتخرج من الطياره وتبدا تضربهم كلهم. بياخدوا انتوني عشان يهربوا، لكن بيكون في الغرفه ويضرب عليه. بيصد الضربه ويبدا معركه جديده. وبعد اكشن كتير بيفضل حوالي 10 دقايق بطريقه حلوه بصراحه. انت عارف غلطتك ايه؟ لا انا ما بغلطش. غلطتك انك كنت عايز تعرفني ان انت احسن مني. البس. بيطلعوا على السطح عشان يلحقوا انتوني، وقبل ما يمشي تبدا معركه ضرب نار جديده بس جامده. بيقتلوا كل الناس لكن الطياره بتهرب. ما تخافش، انا هجيبها بعدين. انا عارف انك مش هتسيبها. ويدوس على الجهاز التنفس ويفجر الطياره، وده اللي حطه في جيبه البرنس. تم تدمير الهدف انتوني. والهدف الثاني بيرمي الموبايل. يعني كان انتوني هو هدفك من البدايه وانا كنت الطعم. كان لازم عشان نخلص من برنامج العميل النهائي. وابوك عمل الصح اللي هيعمله اي اب. وما قتلتنيش انا. ايه؟ انا بعمل اللي انا عايزه وقت ما انا بعوز. دلوقتي في مبنى مليان ناس كتير وعاوزين ننزل. لا، اللي جاي واحد بس. وبكده ينتهي فيلمنا.